السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اضرافك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه XNXX برو في بي ان. التطبيق ده مساحته 11 ميجا، محمله اكتر من 100,000 شخص. التطبيق ده من ضمن تطبيقات الفي بي ان. تطبيقات الفي بي ان دي اللي بيكون الغرض منها ان انت تقدر تستمتع بسرعة انترنت عالية، تقدر تستمتع بان انت تفتح اي مواقع مشفره، اي مواقع محظوره في البلد بتاعتك اللي انت فيها، تقدر تستمتع بالعاب اونلاين بسرعه عاليه بدون توقف، تقدر تستمتع بالالعاب بينك وبين اصحابك سواء اونلاين بينك وبين اصحابك داخل البلد اللي انت فيها او خارج البلد اللي انت فيها بدون توقف، بدون مشاكل، بدون تهنيج، بدون اي حاجه من المشاكل اللي بتحصل في الالعاب. بتقدر كمان ان انت تفتح اي موقع محظور في البلد اللي انت فيها، مواقع اقتصادية، مواقع رياضية، مواقع سياسية. اي موقع محظور بتقدر ان انت تفتحه من خلال تطبيقات الفي بي ان دي بسهولة، علشان الفي بي ان ده بيخليك كأنك فاتح من دولة تانية غير الدولة الحقيقية اللي انت فيها. ده بيفيدك بعد كده في ان هو بيخليك برضو تفتح اي تطبيق محظور من البلد اللي انت فيها. بيكون في تطبيقات محظورة وبيكون في تطبيقات خاصة بدول معينة، يعني مثلا زي تطبيقات امريكا اللي هي بتاعت الفيسبوك وتويتر والحاجات دي بتكون محظوره مثلا في دوله زي الصين. لو انت في دوله زي الصين وحابب ان انت تفتح التطبيقات دي لازم تكون مشغل في بي ان. كذلك الامر لو انت برضو في برضو تطبيقات بتكون خاصه بدول معينه، تطبيقات خاصه بدول الولايات المتحده الامريكيه، تطبيقات خاصه بدول شرق اسيا، تطبيقات خاصه بدول اوروبا. بتقدر الحاجات دي ما تقدرش ان انت اصلا تفتحها ولا تقدر انت تشوفها ولا تجي لك اقتراحات، لان انت في دوله تانية غير الدول دي. لما تفتح الفي بي ان دي بتخليك كانك في الدوله دي، بتخليك برضو تقدر تفتح التطبيقات دي وتشتغل عليها وتتعامل عليها وتستفيد بالمميزات بتاعتها. ده الغرض من تطبيقات الفي بي ان. كمان بيخليك ان انت لو دخلت على اي شبكه انترنت سواء الشبكه دي عامه او خاصه، بتقدر تخفي الاي بي ادريس بتاعك بحيث ان محدش يقدر يعرف ان انت داخل على الشبكه دي اصلا. ده كده الغرض من تطبيقات الفي بي ان وفايدتها والمميزات بتاعتها. عيوب التطبيق ده ان هو بيتضمن اعلانات ويطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافه لان التطبيق بيكون باللغه الانجليزيه وما فيهوش لغه عربيه ولا لغات متعدده كتير. بس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في كومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بناء عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق واكتشف حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات بتاعه الفيديو. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعه الناس سواء الايجابيه او السلبيه. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان بعض الناس اللي بتخش تشوف الفيديوهات الموجوده على القناه، بالذات الفيديوهات القديمه اللي بقالها سنه، بقالها اكتر من سنه، وبعد ما تحمل التطبيق تقول لك انتوا ليه مش قايلين كل الحاجات الايجابيه، ليه مش قايلين كل الحاجات السلبيه. ده ببساطه لان خلال السنه دي بيكون نزل للتطبيق تحديثات كتيره، فبتكون غيرت من معالم التطبيق. ممكن بقى التطبيق بقى افضل، ممكن التطبيق بقى اسوأ، ممكن التطبيق ما نزلوش تحديثات خالص والتطبيق ما بقاش شغال اصلا. فعشان كده بنقول لو اي حد لقى حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات كمساعده منه ومساهمه لاي شخص تاني حابب ان هو يشتغل على التطبيق. برضو احنا بنعمل حاجه على القناه ان احنا ممكن بننزل التطبيق اكتر من فيديو للشرح ليه، لان احنا كل ما بنعرف ان التطبيق ده نزل له تحديث او اتغير فيه حاجه بننزل له فيديو جديد وشرح جديد للتطبيق، علشان لو اي حد حابب ان هو يتحمل التطبيق ويتعامل عليه. وشكرا، سلام عليكم.